السلام عليكم. النهارده ان شاء الله هنضيف مع بعض كاميرا اي بي على ام في ار هيك فيجن، عشان في حد من زمايلنا بيقول ان عنده مشكله كل ما يضيف الكاميرا على الام في ار بيقول له الباسورد غلط. آه، ولازم يعمل ريسيت للكاميرا وبعدين يوصلها على الام في ار وهي اناكتف عشان تسحب اي بي اوتوماتيك من الام في ار وتسحب باسورد من الام في ار، الباسورد بتاع الاكتيفيشن من الام في ار. طيب المشكله دي لها حلين، بس خلينا الاول نضيف كاميرا كده ونشوف الحلول دي هنعملها ازاي مع بعض. اول حاجه باجي كده مثلا بدوس كليك يمين وبعمل اد اي بي كاميرا وادخل الباسورد بتاعي. تمام. هنا انا عندي كاميرا واحده بس هي المتوصله، فهعمل لها اد، هدوس على علامه الزائد دي اعمل اد للكاميرا. تمام كده انا ضفت الكاميرا بتاعتي، هي انضافت عندي اهي. تمام بس بتقول لي نو لينك. طيب نخش نشوف الكاميرا نو لينك ليه. ندوس عليها كده، ندوس على العلامه دي كده، هيقول لك ذا يوزر نيم اور باسورد اور ذا باسورد از رونج، يعني الباسورد او اليوزر نيم غلط. طيب نعدلها ازاي؟ في طريقتين. لو عندك كل الكاميرات نفس الباسورد ماشي ومش عايز تعدل الباسورد كاميرا ممكن عن طريق الباسورد اكتيفيشن، او لو كاميرا واحده بس اللي اي بيها مختلف هتبقى عن طريق الكاميرا نفسها. طيب هنفترض ان احنا عندنا هنا الكاميرا بس هي اللي الباسورد بتاعها مختلف. تمام هدوس كده على الكاميرا ضغطتين هيظهر لي الاي بي بتاع الكاميرا والبروتوكول بتاعه الكلام ده. هنيجي تحت هنا على الباسورد، هتكتب الباسورد بتاع الكاميرا بتاعتك اللي هو انت عامله للكاميرا. تمام نكتب الباسورد وبعدين ندوس اوكي. تمام استنى الكاميرا تحمل. كده الكاميرا اشتغلت معانا تمام، مفيهاش اي مشكله. كده الكاميرا صورتها طلعت. تمام. طيب لو عندك كل الكاميرات فيها كلها باسورد واحد ومش عايز تحط كل كاميرا باسورد واحد، باسورد لوحديها، يعني هتاخد منك وقت ومجهود. هتعمل ايه؟ هتدوس على كليك يمين، منيو، مينتنانس، في عندك حاجه اسمها سيستم سيرفيس. في سيستم سيرفيس هتلاقي عندك اي بي كاميرا اكتيفيشن، هتدوس على اي بي كاميرا اكتيفيشن وهتعلم على تشينج باسورد. تمام وهتكتب باسورد الجهاز بتاعك، باسورد الام في ار. تمام تكتب الباسورد بتاعك وتدوس كمل بس الباسورد وبعدين تدوس اوكي. هيظهر لك الاكتيفيشن باسورد اللي هي الباسورد اللي الكاميرا بتاخده اول ما بتضيف على الانفرار. فتغيره ازاي؟ هتغير الباسورد بتاعك، تكتب الباسورد اللي انت عايزه. تمام انا هنا بس هشيل رقم واحد لان انا مزود رقم. تمام كده الباسورد بتاعي بتاع الاكتيفيشن ده اي بي كاميرا اكتيفيشن هو نفس باسورد الكاميرات كلها، يعني اول ما اضيف الكاميرا مش محتاج احط لها باسورد وهتشتغل معايا على طول. وبعدين ادوس ابلاي. تمام وبيقول لك هنا الباسورد بتاع الكاميرا والباسورد بتاع الام في ار شبه بعض، فمش مشكله بالنسبه لي. انت ممكن تحط باسورد للكاميرا مختلف عن باسورد الام في ار. هدوس يس ماشي وبعدين كده دلوقتي اي كاميرا هتضيفها هتظهر معاك اوتوماتيك من غير ما تغير لها باسورد. ولو محتاجين شرح اكتر للموضوع ممكن تسيبولي في تعليق او كومنت زي ما بيقولوا يعني. ولو استفدت بالفيديو ممكن تعمل مشاركة وتعمل اشتراك في القناة وتفعل زر الجرس عشان لو في فيديوهات جديدة تقدر تشوفها وتستفاد ان شاء الله. شكرا.